هاعمل إيه لو أقدر أعيد الفترة الأخيرة من ثانوية عامة مرة تانية؟ عشان تكون عارف أنا حاليًا في كلية حاسبات جامعة بنها. لا استنى مش كده خالص يا نهار أبيض أنت رايح فين؟ عشان أقول لك هاعمل إيه لو جات لي الفرصة إن أعيد ثانوية عامة في الفترة الأخيرة دي مرة تانية، لازم أقول لك أنا عملت إيه الأول أصلًا. بالنسبة لي أنا مش هكدب عليك، أنا هنفجر، زهقت ودماغي فصلت. في شوية الأيام اللي فاتوا دول كان ضغط جامد أوي، ومتأكد إنه مش عليا لوحدي، كل المدرسين عايزين يخلصوا المنهج ده عشان كده لازم تكون مرتب المنهج في دماغك بأي طريقة انت عارفها. المهم تفهم نفسك وتعرف ازاي هتعمل ده. فضلت شهرين ونص، مفيش وقت يضيع اكتر من كده. كفاية ابعد عن اي حاجة ممكن تشتتك. والحل هيكون في إن نذاكر مع بعض كل يوم كلنا في مكان واحد. هيكون لايف، هنعمل ميعاد كل يوم نذاكر فيه ونحدد التاسكات لكل اللي هنذاكره في الوقت ده قبل ما نبدأ، بحيث إنه يكون عندك دافع عشان انت هتكون مش بتذاكر لوحدك. فيديوهاتي كانت دراما كورية أوي في الأول. المهم إن زي كل الناس في الفترة دي كنت حاسس إن أنا زهقت وتعبت وإن عليا تراكمات وكل شوية بانسى وكل الكلام ده. بس بعد كده ومع دخلة رمضان بدأت لايف المذاكرة، كنت باذاكر أنا وناس كتير من دفعتي على الأقل 5 ساعات كل يوم، 5 ساعات بنظام بومودورو اللي هو ساعة و5 دقايق راحة. المهم إن النظام ده كملت عليه بعد كده حوالي شهرين تقريبا كل يوم 5 ساعات، واللايف والمذاكرة والتعب والزهق والنسيان وكل اللي حصل ده هو اللي أدى إن أنا دلوقتي في الكلية بتاعتي، وبالمناسبة بحبها جدا. فلو قدرت أعيد الفترة دي مرة تانية هيكون في 3 حاجات عايز أغيرهم جدا يعني، بس هعمل حاجة أشربها وأجي تاني نتكلم فيهم. انك تفكر انك دلوقتي في الفترة الأخيرة وانك خلاص كلها كام شهر وهتمتحن، بس انت ما خلصتش المنهج ومتوتر او في حاجة تانية عايز تعملها، بس انت شايف ان السنة خلاص خلصت. من كل اللي عدى عليا هي دي اكتر حاجة فعلا انا كنت عاوز ان انا اغيرها، هي حتى مش حاجة مادية او حاجة ممكن امسكها او عادة ممكن اغيرها، انما هي طريقة تفكير مش هتاخد بالك اصلا انك بتعملها غير لما تكون خلاص خلصت، وهي انك دايما تكون فاكر ان خلاص انت في الفتره الاخيره وخلاص السنه خلصت كلها كام شهر وخلاص هتمتحن، مفيش وقت ان تذاكر جديد ولا تراجع قديم ولا تحل كتير، ما انت مش سوبرمان يعني، وخلاص كلها كام شهر وخلاص. والتفكير ده بقى لوحده كفيل انه يخليك مضغوط من غير ضغط، متوتر من غير تكون في حاجه تدعو اصلا انها توترك، وعليك مذاكره كتير من غير حتى ما يكون عليك مذاكره اصلا. شعور انا شايف نفسي غبي وبقول انا ازاي كنت شايف 5 أو 4 أو شهرين حتى وقت قليل، عشان التفكير في اللي عليك وان خلاص الوقت قرب يخلص وحد بيجري وراك متعب اكتر من المذاكره نفسها رخمه اصلا. وانا عارف انك ممكن تكون حتى دلوقتي تقول خلاص يعني ده كلها كام شهر ونمتحن، بس لا مؤاخذه يعني تفكيرك غلط، وانا كنت حمار ان انا فكرت بالشكل ده، فما تبقاش انت كمان حمار وركز في اليوم اللي انت فيه، في الاسبوع اللي انت فيه، في الايام اللي بتعدي عليك دلوقتي، وحاول تطلع منها باقصى حاجه في اللي انت فيه بس دلوقتي، واعرف ان لو فاضل حتى ساعه واحده بس على الامتحان فانت فيها تقدر تتقن منهجك اكتر وتراجع على الحاجات المهمه، بس على الاقل تكون بتعمل حاجه كمان مرتبطه بنفس الفكره دي، وهي كان بيجي عليا وقت وما كنت بكسل اذاكر، ما كنتش بذاكر، فكان بيتراكم عليا حاجات كتير في كل المواد، فكان مستواي بينزل لدرجه ان انا دلوقتي ممكن اعد لك عدد الامتحانات اللي انا جبت فيهم الدرجه النهائيه طول السنه على صوابعي دلوقتي. وده كان بسبب ان انا كنت على طول شايف ان عليا تراكمات كتير وحاجات عمري ما هخلصها، واللي فعلا انا كنت اتمنى اغيره هي طريقه تفكيري بالشكل ده، وازرع في دماغي جمله واحده طويله، وهي ان مهما كتر اللي عليا فانا عندي اختيارين، اما ان انا اختار ان انا اسيبه كله واشيل كل الكلام ده وما افكرش ان انا اذاكر تاني، وعشان فعلا الحاجات دي كانت كتير، واما الاختيار التاني وهي ان اخد شوط في الحاجات اللي عليا دي، وكده كده يعني اخد فيها شوط خير من ان انا اسيبها خالص، وكده كده مع الايام مصيرها هتخلص. كنت هقسم الحاجات الكتيرة اللي عليا لحاجات صغيرة وكل يوم يبقى بس إنجاز صغير، بس مش هفقد الأمل إن خلاص مش ممكن ألم المنهج ده تاني، عشان ده حصل معايا كذا مرة مش مرة واحدة على مدار السنة كلها، وكنت بقع وبقوم، وبالمناسبة أنا في الآخر عملت كده ومشيت بالمبدأ ده، وها أنا إزاي. فانا فعلا قدرت اغير وجهة نظري وتفكيري الكلام ده كله، بس في الاخر خالص في الفترة الأخيرة خالص في ثانوي. فلو انت بتفكر دلوقتي بالشكل ده فكر مرة تانية انت ليه اصلا بتفكر كده، اعمل كل اللي في وسعك وكل اللي تقدر عليه، وحط دايما في بالك ان ربنا مطلع عليك وشاهد ربنا على عملك ده، عشان يوم النتيجة سواء رزقت بكل اللي انت عايزه وكل اللي نفسك فيه، او ربنا اختارك مكان تاني احسن، يكون عندك يقين ان عوض ربنا ليك هيكون احسن واوسع من اللي انت كنت عايزه بكتير. انا بصراحه من اول ما دخلت ثانوي وانا مش عارف انا عايز ادخل كليه ايه ولا ايه اللي جاي بعد كده، انا حتى كنت مختار علمي علوم علشان ما كنتش عايز اخد رياضه في علم رياضه، حتى كذا مره حد سالني في اللايف واحنا بنذاكر انا عايز ادخل ايه او كده، وفي كل مره اجابتي كانت بتبقى مختلفه، ودلوقتي انا اهو في كليه كلها رياضه، ويعني الحمد لله بحب محتواها جدا، وباذن الله يكون خير ليا فيما بعد. النهارده عندي فرح خالي بس خالي من بعيد شويه، عارف انت اللي هو خالي بنت خالة ابن ابن خالة بنت. لو عدت الفترة دي مرة تانية ما كنتش هفوت ليلة زي دي خالص.
في اخر فتره بسبب ضغط المذاكره، وبالذات كمان ان المنهج لسه ما خلصش وكل عايز يخلصه، وفي نفس الوقت عايز يراجع وعايز يحل كتير وبسرعه، واللي مطحون في النص هو احنا اللي المفروض نذاكر. ما كانش من المنطق خالص ان اسيب كل اللي عليا ده واروح فرح. ليه بقى؟ عشان الفرح مهما كان تقدر تحضر غيره في اي وقت، انما المذاكره لا، هي فتره وهتخلص، وكل الكلام اللي بيتقال ده بقى. بس لا اطلاقا، انا هنا دلوقتي وبقول ان انا كنت غلط. ان تفصل من المذاكره وتسيب كل حاجه في بيتك وتخرج تروح مكان كل الناس فيه فرحانه، مكان بيحصل فيه حاجه مختلفه من اللي انت متعود انك تعملها كل يوم في الروتين بتاعك، انك تصحى من النوم تفطر تروح الدرس وترجع تنام. وهنا مش بس اقصد فرح، انما اقصد اي حاجه انت ممكن تعملها تخرجك بره جو المذاكره ده خالص بشكل عام. تخرج في فسحه مثلا، او تروح انت وحد صاحبك تتمشى، او تروح السينما حتى. مش عايز اقول لك انا قد ايه كنت هموت واروح اشوف فيلم سبايدر مان في السينما والله، بس برضه ما روحتش. وانت عارف ليه؟ والله يعني اللي اقصد اقوله انك لما تفصل نفسك لفتره معينه، ليله مثلا او كام ساعه حتى، خليك عارف ان انت كده مش بتعمل حاجه غلط او عندك لا مبالاه انك المفروض تذاكر او اي حاجه شبه كده اطلاقا. انما الوقت اللي هتفصل نفسك بيه ده هيفيدك مليون مره اكتر ما هيضرك، عشان في الوقت ده بالذات انت بيكون عدى عليك شهور كتير وانت بتعمل نفس الحاجه. مش فاكر اخر مره انت خرجت فيها اصلا كانت امتى، ولا عارف تبطل تفكير في اخر درجه امتحان انت كنت جبتها انها كانتش كويسه. وقت زي ده انت بتفصل بيه نفسك، عشان لما ترجع تذاكر مره ثانيه ما يكونش دايما عندك شعور انك فاقد الرغبه انك تذاكر اصلا ومالل من الحاجه اللي انت بتعملها بقالك شهور دي. عشان ده بالظبط اكتر وقت طبيعي انك تحس فيه بالملل. اللي عايز اقوله لك، حط طاقتك كلها ومجهودك في المذاكره، بس ما تجيش على حساب صحتك. حاول وهات اخرك، بس مش معناها ان تيجي تهلك نفسك برضه. افطر قبل ما تروح الدرس واقعد عدل وانت بتذاكر، ومش لازم يبان عليك انك عينك تسود مثلا ولا يحصل فيك حاجه عشان تحس انك ذاكرت. قوم واتحرك من مكانك، مش لازم تذاكر 7 ساعات متواصل برضه عشان تحس انك ذاكرت، انما ذاكر صح اكتر وفي نفس الوقت حافظ على صحتك. فلو رجعت تاني للفتره دي، اللي انا هعمله فعلا ان اروح اشوف فيلم سبايدر مان في السينما. البتاع ده انا حاطط عليه سكر كتير قوي. الملل حاجه لا مفر منها، خصوصا لو روتين انت مضطر انك تكرره لمده طويله، ومش حاجه غير متوقعه مثلا انك تقع في النص او تزهق. بالعكس ده بيحصل لكل الناس، بس من الناس دي اللي بيفضل منهم فيه ومنهم اللي بيحاول يخرج منه. اول طرق ان كنت احاول اخرج من الملل ده وهي كان ان نتشارك في الملل ده. بدات اللايف اللي كنت بذاكر فيه انا وناس كتير من دفعتي، كنا حاسين بالملل برضه، بس كنا بنذاكر مع بعض، فكنا بنبوش بعض كده علشان ما لما كل ما حد بيمل التاني بيقوم. يعني انا مثلا لما كنت بوقف اللايف الناس كانت بتكلمني والعكس، كنا بنتشارك الملل، وفعلا اللي عملته ده انقذني وهو اللي الفضل على مجموع الكليه اللي انا فيها دلوقتي. بس وجه تاني بقى لللايف، وان احنا كنا بنذاكر مده طويله مع بعض وما كناش بنزهق وكنا ملتزمين لمده طويله، وهو ان انا انعزلت اجتماعيا عن حياتي الاجتماعيه اللي انا كنت فيها. بيعدي ايام ما كانش اسابيع اصلا من غير ما اخرج من البيت. ما كنتش بخرج من البيت اطلاقا، كان روتين رخم بيتكرر كل مره. كنت بخرج بس تقريبا في المناسبات بس، وده مأثر معايا لغايه دلوقتي. واللي كنت هغيره هو ان اختار اصدقائي اكتر، ناس ليها اهداف عاليه او بتفكر بنفس طريقتي. كنا نفصل من المذاكره مع بعض، ولما اجي اذاكر يكونوا هم الناس اللي بيشجعوني عشان اذاكر، والعكس. ممكن انت تشوفها حاجه تافهه من موقفك اللي انت فيه دلوقتي، بس دي حاجه لو كنت عملتها كانت هتغير كتير من الواقع بتاعي دلوقتي، فحاول تتجنبها انت كمان. اللي عايز اقوله لك، اوعى تعزل نفسك وتفضل بس قاعد في البيت بحجه انك في ثالثه ثانوي وعايز تذاكر. اوعى. نقطة كمان مرتبطة بنفس النقطة دي، وهي المقارنة اللي بتعملها بينك وبين الناس بشكل طبيعي، ودي بتحصل عندنا كلنا. بس في نوعين من المقارنة دي او طريقتين للتفكير فيها. اول نوع من المقارنة وهي ان تكون بتقارن نفسك بحد، بدرجات حد او بكل حاجة، مثلا لو انت جبت اقل منه، مع ان مستواك انت لو قارنت نفسك بنفسك قبل ما تمتحن ده انت مستواك بقى احسن، بس برضه بتكون زعلان انك جبت اقل من شخص. فاهم انت المقارنة دي صح؟ في مرة قرأت مقولة بتقول You are comparing your insides to someone else's outside. او انت بتقارن نفسك من جوه بمشاعرك بتفكيرك بحاجات اللي هو ما بتكونش باينه على شخص تاني، بشخص تاني من بره، بالحاله اللي هو فيه انت مش شايف هو حاسس بايه، ولا شايف ان هو اصلا كمان بيكون بيقارن نفسه بحد تاني. ودي اكتر حاجه غلط انا كنت بعملها والكل تقريبا بيعملها. والنوع التاني من المقارنه هو الناس اللي انا هقارن نفسي معاهم واتمنى لهم الخير في نفس الوقت، مش حقد وحسد واقعد الوم نفسي واقول ان انا جبت اخري ومش هحاول تاني. بمعنى تاني كنت اعيش ومش هستعجل حاجه. اصلا انا ورايا ايه غير ان انا اعيش واحاول علشان اوصل للصح؟ انت وراك ايه؟ كمان ابعد عن الناس اللي تحبطك وتقلل من شأنك، عشان دي لوحدها كفيله ان تخليك تكره نفسك. انا كمان سالت الناس من دفعتي نفس السؤال وحطيتهم في نفس المكان اللي انا فيه دلوقتي، ودي كانت تجاربهم. واخيرا خليك عارف ان الايام اللي جايه عليك هتتعب فيهم، وهتبدا ثالثه ثانوي من الايام الجايه. انسى كل اللي فات، خد لك بريك يومين، اعمل ريفريش وابدا ثالثه ثانوي من جديد. بس ثالثه ثانوي من منظورك انت، ذاكر وهات اخرك واتعب لغايه لما تكون مش قادر تذاكر. اخرج وجرب حاجات جديده وافرح، ما تحبسش نفسك في البيت ولا تقعد تذاكر 10 ساعات متواصل. استمتع وكانك عمرك ما عرفت اي معنى للمذاكره. وثق رحلتك وصور نفسك، اعمل فيديوهات وكانه اخر يوم في عمرك.
ما تسمعش الناس كتير بتتكلم وهم مش في مكانك. ما تقارنش اللي انت حاسه باللي انت شايفه ظاهريا من شخص تاني. واخيرا احنا من شهور كنا في مكانك وحاسين باللي انت فيه، ودلوقتي احنا هنا وبنقولك كده كده هتعدي. فاللي هتعمله دلوقتي استعد عشان تتحمل نتيجته بعد كده. واخيرا ما هي الا ايام ومصيرها هتعدي. ذاكر وكأنك ايلون ماسك، استمتع وما تفضلش قاعد في البيت. واخيرا اخيرا اخيرا اشوفك الخميس الجاي. اعمل سبسكرايب.